السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طريقة عمل الليزي كيك في 10 دقايق: قشطة، حليب مكثف، نوتيلا وايت شوكلت، بسكويت أولكر. علبتين حليب مكثف، علبتين من القشطة، 3 إلى 4 شدات من البسكويت حسب الكمية، والشوكلت اللي راح تختارونه. طبعا أول شي نجهز لنا بول نحط فيه الحليب المكثف، ننزل الحليب المكثف، بعدها ننزل القشطة. طبعا أنا استخدمت علبتين من كل شي على أساس الكمية تكون متناسقة. شوي نخلط 30 ثانية تقريبا 20 ثانية لين ما يكون متماسك ومتناسق اللون. ملعقتين من الشوكولات اللي اخترناه سواء نوتيلا أو غيره. بعدها نبدأ بعملية الخلط ونخلط المكونات حتى يكون اللون متناسق والكمية خلاص مخلوطة بالكامل. راح نبدأ بتكسير البسكويت والنزلة على الخليط حسب الكمية اللي سويناها. طبعا يفضل تكسيره يعني قطع صغيرة على أساس يكون متناسق. وتقريبا قربنا نخلص من تكسير البسكويت. طبعا نخلط البسكويت مع الخليط شوية، راح ياخذ منا وقت لأن في كثافة شوي في الخليط. وهذا البسكويت بعد ما نخلط بالخليط يكون جاهز. ناخذ قطعة خصير ونفرش الخليط اللي هو الشوكولات مع البسكوت والحليب المكثف القشطة بهذه الطريقة، وبعدها نبدأ بتجهيزه عشان نحطه في الثلاجة أو الفريزر. طبعا جهزناه وحطيناه في الثلاجة تقريبا لمدة 3-4 ساعات. حاليا طلعناه من الثلاجة بعد مرور 3 إلى 4 ساعات، ونبدأ بفتح القصدير ونبدأ بتقطيع الليزي كيك. تقريبا جهز عندنا وهذا الشكل النهائي مثل ما تشوفون. القطعة راح تكون بهاي الطريقة حسب الشكل المناسب لكم يعني. بالعافية عليكم وكل عام وانتم بخير. إن شاء الله الشهر ينعاد علينا وعليكم بالخير.